ده الكحك بتاع اصحاب المزاج العالي قوي اللي بتحب تاكل كحكايه بطعم وريحه ما تتنسيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنبدا مع بعض النهارده ان شاء الله نواعم وشغل العيد، واول حاجه فيها طبعا الكحك. والنهارده هنعمل الكحك على السخن بطريقه امهاتنا وجداتنا اللي طعمه وريحته عمرنا ما هنقدر ننساهم، في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان الكحك ده مفيش اي وجه مقارنه بينه وبين الكحك على البارد خالص. تابعوا معايا لاخر الفيديو وما تسرعوش، علشان هنشوف مع بعض كل عوامل نجاح الكحك وازاي نسويه صح ونعجنه صح علشان نعمل كحك دايب وطعمه في منتهى الجمال. يلا نسمي الله ونبدأ على طول في وصفتنا ونشوف مقاديرنا. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة بتشوفوني، انا نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. ما تنسوش تشتركوا، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. اول حاجة هنبدأ نجهز الحشوات. معايا هنا عجوة، حطيت عليها معلقتين سمنة بلدي ورشة قرفة ومعلقة صغيرة مية ورد ومعلقة سمسم متحمص. هعجنهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هبدأ اشكلهم كور صغيرة، كور صغيرة كده على قد الكحكاية اللي احنا هنعملها. هجهز كل كمية العجوة اللي معايا بنفس الشكل كده، هكورها كور صغيرة واخليها في طبق علشان تبقى جاهزة على الحشو على طول. وهجهز الملبن، حطيت عليه معلقتين سمنة بلدي ومعلقة سمسم محمص، وهدهن ايدي بشوية من السمنة اللي حطيتهم، وهبدأ اعجن الملبن. وبدهن ايدي بالسمنة كويس علشان الملبن ما يلزقش في ايدي وانا بعجنه وبكوره. تقدر تحط عليه مكسرات مجروشة او تعمليه سادة خالص من غير اي مكسرات. وكورته كور صغيرة وحطيته على طبق مفروش عليه كيس تلاجة، وهدخله التلاجة يرتاح شوية لحد ما نجهز الكحك. بعد كده معايا كيلو دقيق، وده النوع اللي انا استخدمته، ده دقيق معبأ. ممكن تستخدموا اي دقيق سايب تاني انتي واثقة فيه، زي 5 نجوم او الاهرام مثلا، او اي دقيق انتي عارفاه او مجرباه قبل كده للكحك. بس المهم الدقيق ما يكونش دقيق مخبوزات، لازم يكون دقيق كحك وبسكوت او دقيق متعدد الاستخدامات. وحطيت عليهم ربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة كبيرة من ريحة الكحك. وهقلبهم كويس جدا مع بعض، ما نكترش في البيكنج باودر قوي علشان النقشة ما تروحش بعد السوا. معايا 550 جرام من السمنة البلدي. عايزة تستخدمي سمنة نباتي مفيش مشكلة، عايزة تعملي خليط من السمن البلدي والسمن النباتي زي ما تحبي. بس كل ما جودة السمنة بتبقى حلوة طعم الكحك هيكون احلى. هحطهم في طاسة واحطهم على النار علشان اقدحهم كويس. بعد كده عملت حفرة في الدقيق وحطيت معلقتين كبار سمسم احمر متحمص. وبعد ما اتأكدت ان السمنة سخنت معايا تماما وابتدت تطلع بابلز او فقاعات صغيرة كده على وش السمنة، مش هستنى تغلي، هاخدها بقى على طول وانزل بيها على الدقيق بالشكل ده. ولازم يكون فيها فوران كده، وهو ده الكحك على السخن، وده اللي بيدي ريحة تحفة للكحك. نزلي السمنة المقدوحة على الدقيق بالشكل ده وهتشمي بقى ريحة حلوة قوي. ويفضل طبعا تكون سمنة بلدي، لاني لو استخدمتي سمنة ماركتها مش حلوة هتظهر ريحتها جدا في المرحلة دي، وهتبقى ريحة الكحك مش حلوة. هقلب الدقيق مع السمنة كويس بمعلقة خشب علشان بتبقى سخنة جدا. وبعد كده هسيبه على جنب 10 دقايق لحد ما يهدى شوية علشان اقدر ابيسه بايدي. ودلوقتي هجهز الخميرة بتاعتي علشان تشتغل. هحتاج كوباية الا ربع مية دافية ونحطهم في كوباية اوسع شوية علشان الخميرة لما تتفاعل يبقى فيه مساحة والخميرة ما تفرش بره الكوباية. وحطيت عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقتين كبار سكر. هقلبهم واغطيهم واسيبهم على جنب لحد ما تتفاعل علشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة. والمية تكون دافية بس ما تكونش سخنة قوي علشان ما تموتش الخميرة. بعد ما الدقيق والسمنة بردوا شوية هنبدأ بقى نبسل الكحك. نفركه بين ايدينا كده كويس، ودي خطوة اساسية جدا علشان الكحك يكون دايب وجميل وطعمه حلو قوي. هبس الدقيق لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة، مش اقل من كده. عايزة الدقيق بتاعي يتشرب السمنة كويس جدا جدا. وعلى ما خلصت بس الكحك الخميرة كانت خلاص اتفعلت، هنزلها على الدقيق والسمنة. وفي المرحلة دي مش هعجن خالص، يا دوب هلم العجينة بالمية بس. بعد ما بنضيف السوائل ممنوع خالص نعجن الكحك علشان ما نعملش عرق للعجينة. مش عايزين نفعل مادة الجلوتين اللي بتبقى موجودة في الدقيق. كتر العجن في المرحلة دي هينشف معاكي الكحك. بس بأطراف صوابعي كده هلم كل المية. وهنا هلاحظ ان قوام العجينة ابتدت تتغير شوية، بقت مفرولة شوية، وبعد كده هتبتدي تلم معايا تاني. كده الكحك خلاص ابتدى يلم معايا. هنعمله اختبار. هاخد حتة من العجينة وابتدي اكورها واضغط عليها بصبعي او بالبصامة. لو الكحك شقق معاكي يبقى محتاج معلقتين كبار كمان من المية، مش هنكتر اكتر من كده. او تجربيه بالمنقاش، لو لقيت المنقاش بينتش الكحكايه او بيطلع نقشه في المنقاش يبقى محتاج شويه ميه صغيرين.
بس العجينة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين مظبوطة جدا ومش محتاجة اي حاجة، بس انواع الدقيق بتختلف عن بعضها. هغطي الكحك واسيبه يرتاح 10 دقايق لحد ما اجهز الصواني. وجينا بقى لاحلى مرحلة، وهي مرحلة تشكيل الكحك ونقشه. هاخد حتة من الكحك واكورها بالشكل ده، وبعد كده بعمل فيها حفرة واحط فيها الحشو، وارجع اقفلها تاني واكورها كويس وابدأ انقشها. اكتبولي بقى، بتحبوا تنقشوا الكحك بالمنقاش ولا من الناس اللي بتحب تنجز وتشكله بالبصامة؟ دي اول نقشة معايا. عملت 3 خطوط بالعرض، وهعمل تحتهم 3 خطوط بالطول، وبعدين تحتهم 3 خطوط بالعرض، واقلب الكحكاية وهعمل تحت الخطوط اللي بالعرض خطوط بالطول، وتحت الخطوط اللي بالطول خطوط بالعرض، لحد ما اخلص الكحكاية كلها. وده بيبقى شكلها حلو قوي. وبنفس الطريقة هاخد حتة من العجين واكورها، وهرجع احط فيها الحشو واكورها تاني، وبعد كده هبدأ انقشها. عملت خط بطول الكحكاية في النص بالشكل ده، وهاجي على نص الكحكاية هعمل فيها خطوط نازلة بالورب، وقلبت الكحكاية وعملت خطوط بالورب طالعة لفوق في الناحية التانية. وده شكل ورقة الشجرة. بعد كده الكحكة اللي بنقشها بحطها في صاج فاضي مش مدهون اي حاجة خالص، وبسيب مسافة صغيرة بين الكحكاية والكحكاية اللي جنبها. وحاول تخلي كل حشوة من الحشوات منقوشة بشكل معين علشان تعلمهم في الاكل. والنقشة اللي بعد كده عملت خطوط على جنب الكحكاية نازلة تحت بعضها بالورب، وعملت جنبهم صف تاني من الخطوط طالع بالورب على فوق، عامل كده زي التمانية. وبعد كده عملت خطوط بالورب طالعة على فوق زي السبعة، عاملة زي السبعات والتمانيات، واسمه شكل الزجزاج. ودلوقتي هنعمل نقشة الوردة. عملت خطوط كده داير ما يدور الكحكاية، وبعد كده هعمل خطوط جوه الكحكاية علشان تدينا شكل رباعي. شكلها كمان حلو قوي. ودي اخر نقشة معايا. في نص الكحكاية هعمل خطين بالطول جنب بعض بالشكل ده، وبعد كده عملت خط بالعرض من الناحية دي وخط بالعرض من الناحية التانية علشان يقسمولي الكحكاية 4 تربع، وفي كل ربع هعمل 3 خطوط بالشكل ده زي المثلث. ممكن كمان نكور الكحكاية ونغطسها كده في شوية مكسرات مجروشة، ونضغط عليها شوية عشان المكسرات تلزق فيها، وننقشها داير ما يدور الكحكاية بالشكل ده، او نسيبها كرة عادية من غير نقش. شكلها حلو قوي كمان، تحفة. وانتي شغالة لو حسيتي ان العجينة بدأت تنشف منك شوية بتلينيها بايدك بالشكل ده، بترجع طرية تاني وزي الفل. اما بقى بالنسبة للناس اللي بتزهق بسرعة ما بتحبش تقعد وقت طويل تنقش الكحك، هتبصمه عادي جدا بالبصامة بمنتهى السهولة. تبصمي الكحكاية على ايدك وتحطيها في الصاج او تحطيها في الصينية مكورة، وبعد كده بتضغطي عليها تبصميها. بس ما ينفعش تملي الصاج كله وبعد كده تبصميه صف صف وتبصميه بالبصامة، علشان لو مليتي الصينية كلها وبعد كده جيتي تبصميه هتلاقيه بدأ ينشف ويشقق معاكي. وادي الكمية اللي طلعت معانا من كيلو الدقيق. دول الشوية اللي هم كانوا سادة من غير حشو خالص، وده الكحك المحشي بالملبن، وده الكحك المحشي بالعجوة. علشان كنت بنقشهم لوحدي خدوا مني وقت طويل لحد ما خلصتهم، وعلشان كده كانوا خلاص خمروا، فهدخلهم الفرن يستووا على طول، مش هيستنى يخمروا اكتر من كده. اما انتي لو حد ساعدك في نقشهم وخلصتهم على طول هتسيبيهم نص ساعة يخمروا وبعد كده تسويهم. هنيجي بقى لتسوية الكحك، ودي مهمة جدا في نجاح الكحك. الكحك السادة اللي من غير اي حشو هنحطه في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، وهياخد من 30 ل 45 دقيقة على حسب حمو الفرن بتاعك. هنحطه على الشبكة في نص الفرن، بنولع الفرن من تحت بس، واخر دقيقتين ممكن تولعي الشواية تحمر الوش شوية. اما الكحك اللي بيكون محشي سواء عجوة او ملبن او عجمية بنحطه في فرن ساخن على درجة حرارة 220، وهيقعد حوالي من 25 ل 30 دقيقة. علشان الكحك المحشي بيكون طبقة العجين اللي فيه رقيقة، فمش عايزينه ياخد وقت طويل في الفرن عشان الحشو كمان ما ينشفش. اما الكحك السادة بيكون قلبه كله عجين، فبنحطه على درجة حرارة قليلة علشان ياخد وقته في التسوية وما يطلعش معجن من قلبه. شايفين بقى التسوية ما شاء الله، الأرضية بتاعة الكحكة لونها أحمر، وطعمه في منتهى الجمال، وريحته مفحفحة على الآخر. لما يطلع الكحك من الفرن ممنوع نلمسه خالص، بسيبه يبرد تماما علشان يشمع ويمسك نفسه شوية لأنه بيكون دايب جدا. الكحكاية ما شاء الله مستوية من بره ومن جوه كويس جدا، والحشو كمان طري معانا منشفش خالص في الفرن، والكحكاية دايبة بس في نفس الوقت بتقطم معانا واحنا بناكلها، مش بتلزق كده في سقف بقنا. نرشه بقى شوية سكر بودرة. انا بعينه في علب بلاستيك محكمة الغلق من غير سكر بودرة خالص، وبرش السكر البودرة بس ساعة التقديم على طول. قربوا بقى شوفوا النعومية قد ايه ناعم ودايب
ومش متحمل اضغط عليه بايدي، بجد تحفة. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفاد. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يشرفني تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.